السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسعادة دايما يا رب. اللي احنا شايفينها ديت دي بليلة قمح، انا جبته وبليته، والنهارده ان شاء الله هعمل معاكم بليلة بمناسبة الشتاء طبعا داخل، ولو يعني الاولاد بيحبوا حاجة تدفيهم، حاجة كده اخر النهار. النهارده ان شاء الله هنعملها باللبن، وهوريكم الطريقة ازاي هنعملها باللبن بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. تمام. هنا معايا القمح، جبت نص كيلو من القمح وبلاه زي ما انتوا شايفين. الميه بتاعته لازم تبقى بيضه خالص كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي ان انا اصفيه، هنزل كده اصفيه. تمام. وهاجي هنا عند الحله، طبعا انا هنا حطيت حله وفيها ميه، استنيت لما الميه غليت زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالقمح. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هقلبها وهسيبها طبعا لما تغلي. طبعا انا هعمل هنا تركايه حلوه قوي. ايه هي يا حمزه؟ انا هنا هحط معلقتين من السكر علشان والقمح بيغلي وبيستوي، احط السكر معاه بيديله طعم حلو قوي. يبقى القمح نفسه وهو بيستوي اخد من السكر علشان لما نيجي ناكلها تبقى طعمه كده وليها طعم جميل. تمام. هنحط معلقتين السكر واوريكم هنحط ازاي. معلقه، حطيت معلقه وانا هحط التانية. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا انا هسيبها كده واغطي عليها واسيبها لما تستوي خالص، وبعدين احط لها اللبن واحط معاها ايه حاجات تانية. هنسيبها كده بس تستوي وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده البليله معانا استوت اهي زي ما انتوا شايفين. هننزل لتر من الحليب اهو جهينه، عندك لبن عادي تمام، عندك لبن جهينه تمام، اللي انت عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. الحليب المتوفر عندك استخدميه. تمام. هنقلب كده، ومعايا كوبايه من السكر هكمل التحليه بتاعتها. ده السكر الوسط، كوبايه السكر اللي هو السكر الوسط. عايزه تزودي السكر بتاعها زي ما انتوا بتحبوا، زي ما انتي واولادك بتحبوا. هسيبها على النار تاخد غلوه، وبعد كده اطفي عليها بقى واحطها ايه تهدى واغرف منها. وقت ما الاولاد بيحبوا بتاخدي منها وبتاكلي منها، بتاخدي منها وبتاكلي منها، او يعني يفضل انك تاخدي على المقدار اللي انتي هتاكلوه. يعني انا عامله حله لان تقعد معانا مثلا يوم ولا اتنين كده ولا حاجه. بس انا بقول لك انت عايز تعملي مقدار قليل تمام، عايز تعملي مقدار اعلى تمام، زي ما انت واولادك بتحبوا. تمام. هي هتاخد بس غلوه ولا هنغرفها واوريكم هتبقى ازاي. زي ما انتوا شايفين اهو طلعناها وصبيناها، ونحط عليها زبيب وجوز الهند كده، اي نوع مكسرات عندك متاح، وبتقدميها بألف هنا وشفا. والبليله اهي معانا استوت، بليله باللبن بألف هنا وشفا. يا رب تكون الوصفه النهارده عجبتكم ونالت اعجابكم، ويكون الفيديو عجبكم. متنسوناش في التعليقات، وشكرا للناس اللي بتعلق لي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، ويخليكم ليا يا رب، ودايما دايما يا رب من دايما معايا يا رب، ومش مفارقني ابدا. صحيح. شكرا للناس اللي بتكتب لي التعليقات، تسلموا لي وربنا ما يحرمني منكم ابدا. النهارده عملنا اهو بليله سخنه اهي باللبن بألف هنا وشفا. وممكن تحطي فيها كنافه، في ناس بتحط كنافه، وزي ما انت عايزه بتاكليها بالطريقه اللي انت بتحبيها. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك، ودايما اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.